السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا غيبة طويلة بسبب مادة عنيدة يعني. كان عندها امتحان أطفال يعني. الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا عدانا خير. طيب احنا ندخل في الموضوع على طول. وبصراحة يمكن دي من أكتر التجارب اللي أنا استفدت منها في حياتي، وخصوصا في آخر فترة، الفترة اللي من بعد العيد لحد دلوقتي. ودي طبعا دي كانت الفترة اللي أنا كنت بحضر فيها لامتحان الأطفال. فاحنا ممكن يعني نختصر كده السؤال اللي كان بيدور في دماغي وقتها: هل كل الاتقان مفيد؟ يعني هل انا لما اتقن عملي بشكل كامل هل ده مفيد؟ يعني وده تحس ان هو سؤال غريب، يعني سؤال بديهي اكيد، يعني المفترض انك تتقن عملك، وربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حث على كده. لكن في اوقات معينه كده اتقان العمل بالمعنى اللي في دماغنا، هل فعلا بيبقى هو مفيد؟ هل فعلا هو بيبقى الصح؟ طيب احنا ممكن نصيغ السؤال بصوره تانية: هل ممكن يبقى اتقانك للعمل ده ممكن يبقى هو سبب فعلا الفشل، او سبب انك ما تنجزش حاجه، او سبب انك يعني ما تحققش اي حاجه؟ ويمكن أنا النهارده هحكي معاكم تجربتي اللي حصلت خلال الاسبوعين اللي فاتوا، وهي الفتره اللي انا كنت بحضر فيها لامتحان الاطفال. خلال الفتره دي انا طبعا دماغي من النوعيه اللي هو لا، انت لازم طالما بدات في حاجه تتقنها، ولازم يعني تشتغل صح، ولازم يعني ايه، انك تؤدي عملك على اكمل وجه. فبدات بقى اللي هو بصيت بعد رمضان وبعد العيد وكده. طبعا خلال رمضان مثلا ممكن تبقى المذاكره قليله شويه، ما يبقاش فيها اوقات، طبعا بتبقى فراغ اكتر للعباده، بتعمل حاجه. فحسيت بضغط، فاللي هو جيت بعد العيد بقى: الله، ده احنا ورانا حاجات كتير جدا، احنا ورانا هم ما يتلم. يعني الحاجات دي هتخلص امتى؟ ايه الحاجات دي هتخلص امتى؟ وهنبص عليها امتى؟ فلقيت ان فعلا في كميه كبيره. فقلت خلاص انا هستعين بالله كده، وهبدا فيهم شابتر شابتر، وربنا سبحانه وتعالى هو يعني المعين. طبعا في قطه هنا تقريبا جايه عشان تلعب معانا، فربنا يستر بس ويبعدها عن التليفون يعني. فزي ما كنت بقول لكم، فقلت بقى خلاص انا هبدا فيهم شابتر شابتر ونشوف الدنيا فيهم ايه. فطبعا بدات فيهم شابتر ولا تاني، استمريت على الحال ده حوالي يومين. لقيت الله، لو انا مش هلحق دول 15 شابتر هيخلصوا امتى؟ وفعلا لو قعدت اتقن كده يعني لا، مش هلحق اخلص. وزي ما قلت لكم فضلت على الحال ده يومين، ولقيت النتيجه زيرو حرفيا. الوقت مش هيكفي خالص ان انا اخلص وراجع وابص على مثلا، او في اسئله، او ابص على حاجة. مفيش وقت هيكفي لكل ده. هنا بقى ادركت نقطه، يعني ربنا سبحانه وتعالى وفق الواحد ان هو يدرك حاجه، يعني اللي هو ايه، اللي هو لا، في الوقت ده اتقانك والمثاليه اللي هي عندك في اي حاجه دي، لا ده هتكون سبب انك مش هتحقق اي حاجه. وان سبحان الله دي ممكن يكون اصلا يعني لعبه من الشيطان، ان هو يخليك، يعني شوف هو عاوز يخليك تعمل حاجه بمثاليه، يعني بيخليك تعمل حاجه حلوه اهو. لكن لا، هي في الوقت ده انت خلاص بقى، بغض النظر عن السبب اللي خلاك مثلا ايه تبقى مزنوق، او بغض النظر عن السبب مثلا، سواء كان قهري، او سواء كان بسببك، او سواء كان بسبب انتكاسه، او بسبب اي امر يعني، ان انت خلاص بقيت في الموقف ده. طيب المفترض بقى حسن التصرف ازاي؟ فهنا الشيطان بقى يدخل لك من حته ايه، اللي هو لا انت هتقلب ومش هتكب مش هتتقن عملك، اللي هو هنا بقى بكل لعبته. فساعتها ادركت لا، أنا لو فضلت على الحال ده خلاص ما فيش حاجه هتتحقق. ويمكن يعني جه في بالي السؤال اللي هيجي في بالكم كلكم دلوقتي، اللي هو يعني الشيطان هيجي يشغلني بحاجه مفيده عشان خاطر ما اعملش حاجه تانية، وما اتعرف على ان الحاجه التانية دي هتبقى مثلا اقل افاده؟ اقول لك اه، ان في اوقات معينه، ان مش كل تصرف او كل عمل انت بتعمله في حياتك ينفع في اي وقت. يعني في الوقت ده، في وقت انك مضغوط، وراك مثلا تاسكات او مهام معينه، سواء كان بقى في الشغل، سواء كان في الكليه، سواء كان في ثانويه عامه. يعني ده برضو النقطه دي برضو اكتر للناس اللي موجوده في ثانويه عامه، او الناس اللي في الكليه وعندها فاينل دلوقتي ومزنوقه. الشيطان هيجي لك اللي هو لا، حاول انك تكمل شغلك على اكمل وجه، وانت عارف وهو عارف ان الوقت مش هيكفي كده. فبالتالي مش هتعرف تنجز، يعني بالتالي انت مش هتعرف تنجز، يعني الكميه كبيره، فبالتالي هتيأس. هو ده القصد، او ده الغرض اللي هو عاوز يوصل له. ويمكن سبحان الله يعني برضو من الحاجات يعني اللي انا قعدت اتدبر فيها، اللي هو هيدخلك من طريقين. الطريق الاولاني في الوقت ده، اللي هو زي ما قلت، اللي هو انت لا فعلا خلاص هتبدا ده انك ايه، هتيأس، مش هلحق حد، مش هلحق انجز اي حاجه، مش هلحق اعمل اي حاجه، وخلاص كده انتهى، ممكن تروح تأجل الامتحان بقى، ما تدخلش الامتحان، اي حاجه. دي اول نقطه. النقطه الثانيه هو ممكن يخش لك من نقطه ثانيه، اللي هو ايه، لا انا هقعد وهذاكر كل حاجه بالملي. فطبعا هتقعد في الوقت ده هتكابر،
وانت عارف ان هو مش هينفع، فهتروح في الاخر وهتلبس، فهتلاقي نفسك لبست في الحيط لو انت فعلا ما انجزتش حاجه، واللي انت ذاكرته مش فاكره، والحاجات المهمه انت سبتها. فبرضه هتلاقي النتيجه واحده، سواء كان يئست فما دخلتش الامتحان او دخلت ولبست، فاهم؟ فهو وصل للنتيجه اللي هو عاوزها. سبحان الله، يعني هو ليه كذا نتيجه، ليه كذا طريق عشان يوصل لنتيجه واحده بس. فانا استعنت بالله سبحانه وتعالى، وقلت بقى اللي هو ايه، لا احنا هنشوف الاهم، نشوف المهم ونبدا بيه. وفعلا يعني النقطه دي، يعني حسن التصرف في الاوقات الصعبه، يعني دي نقطه مهمه. فلا يعني انت هتشوف المهم وتبدا بيه. وفعلا عملت كده، شفت الحالات المهمه، شفت ايه اللي بيتكرر وايه اللي المشهور ان هو بيجي و... واعتمدت ان انا هذاكره وهتوديني تمام. والحمد لله فاض معايا وقت ان انا بصيت على الحاجات التانيه. فلما رحت الامتحان لقيت فعلا كومن از كومن، يعني زي ما بقول لك المتكرر متكرر، يعني اللي بيتكرر هو اللي فعلا المتكرر. فلقيت ان اللهم صل وسلم وبارك على معظم الحاجات او معظم الحالات اللي جت كانت حالات متعارف عليها، الحاجات المهمه اللي هي ذات اهميه فعلا واللي هي بنشوفها كتير في حياتنا، في يعني حياتنا الطبيه. ففعلا انا لو كنت فعلا ذاكرت كل حاجه ومسكت كل شابتر او كل مثلا فصل معين عليا، وذاكرت كل حاجه نفس المذاكره بنفس الاهميه كده، كاني بعمل سكاننج للمنهج كله، انا ما كنتش هحقق اي حاجه، ما كنتش هحقق حاجه، وكان المهم ده كان هيضيع في النص، وهتلاقيني بركز اصلا على حاجات ملهاش لازمه وحاجات مثلا كانت اقل اهميه. ففعلا يعني الامتحان اثبت لي النقطه دي. فانا جاي عشان اقول لكم كلمتين. اول حاجه اياك انك تستسلم في اي موقف بيقابلك. مش اول ما تقابل موقف صعب او اتحطيت في موقف صعب اللي هو خلاص بقى الدنيا انتهت هنا ومش عارف ايه، لا خلاص اهدى، وحاول انك تشوف ايه هي المعطيات اللي معاك والوقت، وتحاول انك توجد افضل طريقه للتعامل في النقطه دي اول حاجه. تاني حاجه اياك انك تكابر وتمشي بدماغك، او مثلا بالطريقه اللي انت متعود عليها مثلا مع وفره الوقت، لكن دلوقتي انت معكش وقت انك تنفذ الامر ده. فاياك برضو انك تكابر، لان المكابره اوقات بتكون سبب برضو انك تلبس في الحيط. فما تيأس، ده اول حاجه، وتستسلم. تاني حاجه ما تكابرش، تمام. تالت حاجه حاول انك تاخد باهل الخبره والنصيحه اللي انت، اهل الخبره والنصيحه اللي انت فعلا تقدر انك تثق فيهم. يعني مثلا حد عنده خبره مثلا في مثلا، يعني مثلا في الوقت ده كان ليا زميل سابق مثلا عنده خبره عني في الماده دي، اخدها قبلي وكده. فاستعنت بيه، قلت له طب انا اعمل ايه، او ايه رايك في كذا، ايه رايك في كذا؟ قال لي اه المفروض تبدا بكذا، وده اهم وده مش اهم. ففعلا يعني اياك مثلا انك تجابر انك تقول ايه، لا انا اروح اساله وما تعودش اسال حد. لا، اسال، اسال طالما هو قال النصيحه وعنده خبره في الموضوع ده. اسال، ليه ما تسالش؟ ليه ما تاخدش براي حد اكبر منك؟ هيفيدك، يعني هو هيفيدك وهيعرف ايه المهم وهيدلك عليه، بس طبعا يكون هو اهل انك يعني تساله وتستفيد منه. وفي برضه نقطة مهمة يعني يعتبر أهم من ده كله، وهي نقطة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أنت خلاص بقيت يعني اتحطيت في موقف إن أنت خلاص اتزنقت، سواء كان في مذاكرة أو سواء كان في تاسكات أو سواء كان في أي حاجة مطلوبة منك في حياتك، أنت اتزنقت. بغض النظر هل السبب ده أنت سبب فيه فعلا وأنت اللي قصرت، أو سواء كان عندك سبب قهري منعك من كده. فأنت يعني أدركت إن أنت مزنوق، وإن أنت كنا اتكلمنا عن النقطة دي في حتة إن إدراك إن أنت بتقع، أو إدراك الانتكاسة، أو يعني. فانت خلاص ادركت فعلا انك مزنوق كده، فما تيأس بقى اللي هو ربنا اكيد مش يعني، لا مين قال لك كده؟ ربنا سبحانه وتعالى هيعينك طالما انت ادركت وانت فعلا من جواك انك عاوز مثلا ايه يا رب، يعني بتدعي ربنا ان هو يصلح حالك. فوالله العظيم هيكبر بخاطرك، وان شاء الله اي حاجه انت يعني عاوز تحققها وبتطلبها من ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء وبالقيام ده، يعني هيساعدك كتير جدا. وفعلا فعلا والله يا جماعه في الاوقات دي يمكن مثلا التجربه دي، يعني هي مثلا تجربه خفيفه بس علمتني كتير. علمتني مثلا اهميه الدعاء. يمكن انا كنا بنسمع مثلا محاضرات او مثلا فيديوهات تزكيه عن اهميه الدعاء وانك تدعي ربنا سبحانه وتعالى، لكن فعلا انك في الاوقات الصعبه تخلي العلاقه، يعني مثلا ايه، انت في اوقات الرخاء وكده تبقى العلاقه ما بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى كويسه، لكن اختبار فعلا العلاقه فعلا بيكون في الاوقات الصعبه، في الاوقات فعلا ان انت لا يعني حاسس ان انت كل حاجه عليك، يعني ضاقت عليهم الارض بما رحبت. ف ربنا سبحانه وتعالى وقتها فعلا انت لما هتدعوه وهتثق فيه وهتحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، لا فعلا ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك. وبس كده. يعني خلاص الفيديو انك حاول انك يخلي عندك مرونه في التعامل مع اي مشكله بتقابلك، احسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وخليك دايما متاكد، واطلب من ربنا سبحانه وتعالى كل اللي انت عاوزه بالدعاء. تالت حاجه حاول انك يخلي عندك يعني زي ما قلت مرونه، وتخلي عندك مثلا ايه القدره على انك تطلب النصيحه، ان في ناس عندها مشكله كبيره انها تطلب النصيحه من حد مثلا اكبر منها وحد خبره عنها في امر معين. فما تخليش عندك المشكله دي، واطلب من ربنا سبحانه وتعالى، واطلب من حد اكتر منك خبره. وبس. وان شاء الله ربنا يعين الجميع ويعيننا جميعا على تحقيق احلامنا ان شاء الله، ويوفقكم ان شاء الله، سواء كان في امتحانات سواء كان في تاسكات. انا عارف ان زمايلنا في الثانويه عامه داخلين على امتحانات، ربنا يا رب يعينهم يا رب ويوفقهم ويحقق لكل واحد الامنيه اللي هو بيحلم بيها. وبس كده. ولو في اي اسئله او اي حاجه عاوزين ان احنا نتكلم عليها ممكن تكتبوا في التعليقات،
واشتركوا في القناه يا جماعه، يعني اللي بيشوف الفيديو اشتركوا في القناه. يعني مثلا حوالي 80% من اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين في القناه، ما ينفعش كده يعني. اشتركوا في القناه عشان الفيديو يوصلك على طول يعني. ربنا يا رب يعيننا جميعا، ولو محتاجين اي حاجه زي ما قلت اكتبوا في التعليقات. بس السلام عليكم.